فيلمنا بيبدأ في بيت إيرين وهو بيستعد الرحلة للتخييم في منطقة صحراوية، وبيحضر أغراضه ومستلزمات بياته في الصحراء، وبينزل من البيت بيركب عربيته. بيكون اليوم ده بتاريخ 25 إبريل سنة 2003، وبيكون معاه كاميرا فيديو بيسجل الحاجات اللي بيعملها، وبيفضل سايق لحد لما بيوصل المخيم اللي في الصحراء، وبينام في عربيته وبيصحى تاني يوم الصبح وبيركب عجلته اللي في العربية، وبيفضل يسوق العجلة في الوديان الصحراوية عشان يوصل لخدود لجون. وبيسجل بالكاميرا رحلته وبيقول إن الكتب بتقول انه هياخد في الطريق 4 ساعات ونص عشان يوصل هناك، ولكن هو هياخد 5 دقايق بس وهيعمل رقم قياسي. بيكمل طريقه وبيقع على الارض وبيصور نفسه، وبيكمل تاني لحد لما بيوصل من مكان قريب من الخدود لجون، وبيلاقي بنتين تايهين بيعرفهم بنفسه وبيتعرف عليهم، وبيعرف ان اسمهم ميجان وكريستي، وبيقولوا له انهم تايهين وعاوزين يوصلوا للقبة، وبيقول لهم انه عارف بين الوديان الصحراوية عشان يوصلوا للقبة، وبيقول لهم إيرين انه عارف طريق مختصر احسن من ده، وبيضمن لهم افضل وقت يقضوه في منطقة الوديان. وبيقع إيرين بين الصخور وبيتخض البنتين، ولكن بيعرفوا ان ده هزار وان إيرين سليم، وبينده عليهم عشان ينزلوا له وبيكونوا مترددين، ولكن كريستي بتنزل الاول، وبعد كده بيكتشفوا ان إيرين وداهم منطقة طبيعية، وبعدها بيمشوا وبيتصوروا هما التلاتة، وبيقرروا البنتين انهم يعزموا إيرين على حفلة ميعادها لسه في اليوم اللي بعده. فبيوافق وبيودعهم وبيسيبهم وبيرجع، وبتلاحظ ميجان ان صاحبتها كريستي اعجبت بإيرين، وإيرين بيكون بيصور، وبيكون هناك منطقة عالية لازم ينزل منها، فبينزل وبيتعلق بالصخور عشان ما يقعش، ولكن صخرة بتتزحلق وهو كان متعلق بيها وبتخليه يقع وبتنزل على دراعه وما بيعرفش يحركها، وبيكون حاسس بألم قوي ولكن ما بيعرفش يتحرك، وبيكون معاه ازازة مية واحدة، فبياخد منها بق صغير عشان عارف انه هيطول، وبيظبط ساعته وبيعد الدقايق اللي هيفضل متعلق فيها، وبيفضل يصرخ يمكن كريستي وميجان يسمعوا، وبيطلع إيرين كل حاجته وبيحطهم على الصخرة، وبيكون فيهم مقص صلب بيحاول يستخدمه بانه يكسر الصخرة، وبيفضل يدق بيه في الصخرة لدقايق لحد غصب عنه لما بيقع تحت رجليه، فبيحاول انه يلقطه بايديه الشمال لكن ما بيعرفش يوصل للمقص، فبيقلع الجزمة عشان يلقطه برجله لكن ما بيعرفش، وبيجيب عصاية صغيرة وبيتني طرفها وبيمسكها، وبينجح اخيرا انه يلقط المقص وهو لسه بيكون محشور بين الصخور، وبيكون تعبان من استخدامه للمقص انه يكسر بيه صخرة. وبيجي منتصف الليل وبيكون إيرين عطشان، فبيشرب إيرين بحرص عشان المية تفضل معاه لأطول وقت ممكن، وبيكون معاه حبل وبيربطه بالشورت اللي لابسه، وبيحاول ينام على الصخرة من شدة التعب، وما بيعرفش إيرين انه ياخد راحته في النوم، وبيفضل يصحى كل شوية من الوجع في دراعه، وبيتفرج على منظر سطوع ضوء الشمس على صخور الوادي، وبيحط رجله ودراعه تحت الضوء، وبيفتكر زمان لما والده كان بيوديه الوديان الصحراوية، وبعدها بيشغل الكاميرا وبيقول فيها انه بقاله يوم محشور بين الصخور، وان دراعه تحت صخرة في وادي خدود لجون، وبيصور دراعه بيتحول لون الازرق بسبب عدم مرور الدم لمدة 24 ساعة، وبيقول انه عارف ان دراعه مبقاش صالح للاستخدام تاني، وبيصور المية اللي فضلاله وهي قربت تخلص، مشكلة كبيرة جدا، وبيقع عليه شوية صخور لكن مفيش حد قريب منه، فبيهدى وبينسى انه مقفلش التسجيل، وبيتفرج على التسجيل لنفسه وهو بيصرخ، فبتدمع عينه وبيقول لنفسه انه ما يفقدش وعيه، وبعدها بيلف الحبل على ايده ودراعه عشان مبردش بالليل، وبيكون جعان وبيفتكر ان معاه اخر قطعة باتيه في شنطته، وبيحصل له هلوسة وبيفتكر ان في حفلة كريستي عزمته عليها واللي كان المفروض يكون هناك في نفس الوقت اللي هو فيه، وبيتخانق وبيشرب مشروبات ساقعة، وهناك بيفوق وبيكون عطشان فبيشرب من ازازة المياه اللي معاه، ما بيبقاش فيه غير بق، وبيشيل العدسات اللي في عينه وبيحتفظ بيها في بقه، وبيفتكر والدته كانت بتتصل عليه وهو بيتجاهلها، وما كانش يعرف ان دي اخر مرة يسمع فيها صوتها، وبيكون معاه خريطة بتفكره لما كان بيصورها، وبرين كان في شغل جنبه، وبيسأله وبيقوله رايح فين، وقال له هو ما يعرفش، وبيتمنى انه كان عارف يمكن كان زمان جه وانقذه، وبينام ويصحى إيرين بسبب النمل اللي بيمشي عليه، وبيكون اليوم الثالث وهو محشور بين الصخور، وبيحاول يشد الحبل ولكن بتكون تقيلة جدا عليه وما بيعرفش، وبيكون عطشان وعايز يشرب حاجة ساقعة، وبيفتكر المشروب اللي سايبه في العربية، وان المشروب ده دلوقتي بالنسبة له بقى حلم، وان المشروب ده دلوقتي بقى مشروب سماوي، فبيرجع للعالم الواقعي بعد لما بيكون سرحان في المشروب، وبيشرب نقطة مية واحدة بس من الازازة، وبعدها بيشغل الكاميرا وبيقول انه محتاج 8 رجالة يشيلوا الصخرة، انه مش هيقدر لوحده، وان بوظ الشورت بتاعه وهو بيقضي حاجته،
وان جسمه بدأ يتأقلم على الوضع اللي هو فيه، وانه كمان بقى بيقضي حاجته في كيس تخزين معاه عشان ممكن يستخدمه بعدين. وبيقول انه لاحظ انه بيبقى فيه غراب بيطير وبيعدي عليه كل يوم الساعة 8:17 دقيقة، ولما الساعة بتبقى 9:30 بتوصل له اشعة الشمس بعد ما فقد الامل في كل حاجة او ان في حد ممكن ينقذه. وبيفكر انه يقطع دراعه عشان يقدر يطلع من المكان، فبيحاول انه يربط الحبل على دراعه عشان يمنع وصول الدم ليه نهائيا، وبيحاول يقطع دراعه بالمقص، ولكن المقص بيكون بارد ومحاولته بتفشل. فبيقول في الكاميرا انه نسي السكينة السويسرية في العربية، وان المقص الصيني اللي هو معاه بينصح اللي بيتفرج على التسجيل انه ما يجيبش حاجة رخيصة عشان وقت زنقة زي دي. وبيفكر في حبيبته السابقة وبيفتكر اول مرة اتقابلوا فيها وبدأوا علاقتهم ازاي. ولكن ايرين بيفوق من تخيله بسبب صوت الرعد وبتمطر السماء بغزارة، وبيكون ايرين سعيد جدا وبيملي الازازة من مية المطر، ولكن الوضع بيتقلب بيكون كارثي وبتتملي الفجوة اللي بيبقى فيها وبيغرق. والمية هتساعد ايرين انه يحرك الصخرة، وبيخرج من الفجوة وبيركب عربيته وهو دايخ وبيروح لبيت رنا. ولكن رنا ما بتبقاش سامعاه وهو بيحاول يتكلم ويستغيث وبتسيبه وبتدخل بيتها. وبنكتشف ان ايرين بيعيط وهو بيحلم، وبيطلع لسه محشور بين الصخور وبيهلوس، وبيفتكر نفسه في لقاء تلفزيوني، وبيعتذر لمامته انه ما ردش عليها في اخر مره اتصلت بيه، وبيقول انه ندمان انه ما قالش لاي حد وهو رايح فين، وانه بيحب اهله جدا. وبينهي التصوير وبيشرب اخر نقطه في الازازه، وبيقرر يكسر عظم دراعه لكن ما بيقدرش، وبيشيل المقص وبيحط لسانه مكان الدم عشان بيكون جعان وعطشان. وبيجي اليوم الخامس عليه وبيضطر يشرب من البول اللي مخزنه في كيس التخزين، وبيحاول يكمل حفر في الصخره بالمقص اللي معاه، وبيبتدي يشوف هلاوس وحاجات غريبه ما بتحصلش. وبيفتكر يوم انفصاله عن رنا وبيتخيل ان اهله قاعدين على كنبه، وبيقول لاخته انه مش بيعرف يفضل عايش عشان يحضر فرحها. وبيفضل ايرين يلوم نفسه على كل اللي بيحصل وبيبقى تحت انهيار عقلي. وبيقول ان الصخره اللي حشرت دراعه كانت معاه من قبل ما يتولد، وكانت مستنيه اليوم عشان تخلي حياته جحيم. وبتفصل الكاميرا وبيكون في احصنه بريه بتجري فوقيه وبتتملي المكان بالبخار، وبيغمى عليه. وبيفوق ايرين بعد شويه وبيتخيل انه مخلف ابن، وبيتفرج عليه وبيكون عين ايرين مليانه دموع وهو بيبص لابنه اللي لسه ما جاش. وبيكسر دراعه وبيجيب مقص وبيفضل يقطع دراعه، وبيفقد كميه كبيره من الدم. ما بيعرفش يبطل اللي بدأه بسبب ان منظر ابنه اللي قدامه مش بيخليه يستسلم، وان ايرين لازم يكون مثال للعزم والتحمل قدام ابنه. وبيكمل ايرين تقطيع لحد ما بيقطع دراعه بالكامل اخيرا بعد 127 ساعه من العذاب، وبيلاقي دراعه كله دم، وبيلف عليه اكياس بالاستكايه. وبيطلع ايرين اخيرا من الفجوه وبيشوف الوادي لانه بيكون على مكان عالي على تل ضخم، وبيبص تحتيه وبيلاقي بحيره صغيره. فبيلاقي بالصدفه على الصخور اللي حواليه مسامير من السعاده والامتنان اللي هو فيهم، وبيملي الازايز اللي معاه. وبيتحرك وبيمشي كتير في الوديان الصخريه، وكل ما بيقع بيقوم تاني وما بيفقدش الامل لحد لما بيلاقي واحد ومراته وابنهم في رحله استكشافيه، وبينده عليهم ولكن ما بيكونش عنده طاقه انه يتكلم، فبيصرخ بالاستغاثه. فبياخدوا بالهم منه وبيجروا عليه، وهناك بيدوه ميه صالحه للشرب لحد لما بيوصلوا لصديق ليهم وبيطلبوا له طياره هليكوبتر. وبعد ما بيخف ايرين بيتعمل معاه لقاءات تلفزيونيه عن قصته الفريده من نوعها، وبيتكتب عنه مقالات في انحاء العالم. وبعد 3 سنين بيقابل واحده اسمها جيسيكا وبيخلف منها، وبيفضل يتسلق الجبال وبيعمل مغامرات. ولكن في كل مره من المرات بيبقى معرف اهله هو رايح فين بالظبط عشان هو اتعلم من اخطائه. لو الفيلم عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للقناه عشان تشوفوا كل الافلام الجديده. اشوفكم الفيلم الجاي.